صباح الخير او مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايزه اقول لكم بقى، يا ترى جربتم تعملوا صينيه الفراخ بالبطاطس بالطريقه دي؟ اكيد لا. هنعملها مع بعض النهارده بطريقه حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان ريحتها كانت قلب البيت تماما، طعمها في منتهى الروعه. ما تعرفهاش بقى كده في فرن، ما تعرفهاش مشويه فراخ، بصراحة طعمها فظيع والطريقة حلوة جدا. تعالوا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف عملناها مع بعض ازاي. اول حاجه معايا 3 بصلات حجمهم متوسط، قطعتهم بالشكل ده كده حلقات او جوانح، اي شكل انت حباه. معلقه كبيره من الثوم المهروس. تمام. هضيف هنا 4 معالق صغيرين قوي من الزعتر، او معلقه كبيره من الزعتر المجفف، معلقه صغيره من القرفه، كزبره، كمون، فلفل اسود، وظبطي الملح بتاعك. تمام. مكعب من المرقه، والمرقه هنا اختياريه عشان في ناس كتير ما بتحبهاش. هتمسكيهم كلهم كده وتدعكيهم في بعض لحد ما تحسي كده ان البصل بدأ ينزل المية بتاعته واختلط بكل التوابل اللي موجودة عندك. طبعا انا هنا حسيت ان هو عايز ملح، فضفت كمان شوية من الملح، وزي ما قلت برضو الملح هنا اختياري وعلى حسب رغبتك انت. معايا هنا فرخة اسمها نصين كده من الظهر، همسك كل نص كده ادعكه بالبصل كويس جدا من تحت الجلد زي ما انتم شايفين ومن بره. تمام. ويفضل بقى ان احنا نعمل فيها كمان فتحات زي كده، ونحشي الفتحات دي بالبصل اللي احنا عاملينه، البصل بالتتبيلة. بصوا النتيجة اكتر من رائعة زي ما انتم شايفين كده، طريقة سهلة وبسيطة جدا. تمام. دعكها كويس كده ونغلفها كويس بالبصل وبالتتبيلة. يفضل ان انتي تكتري كمية البصل شوية لو حبيتي. البصل بقى اللي فاضل معانا بطاطس متقطعة مكعبات بسمك كبير، علشان البطاطس هتستوي مع الفراخ، عشان البطاطس مش تتهري منك. مقدار معلقتين كده صغيرين من الزيت. تمام. وهقول لكم على طريقتين للتسوية. طبعا هنا انا زودت شوية من البهارات تاني علشان البطاطس، وعشان انا معظم الخلطة اللي اخدتها حشيت بيها الفراخ اللي عندي. وبصراحة كنت عايزة اقطع بصلاية كمان بس كسلت، لكن برضه عايزة اقول لكم كان طعمها حلو جدا. حطيت هنا مقدار تلت كوباية من المية او نص كوباية كده من المية. هحط الفراخ بتاعتي، هغطيها بورق الفويل. تقدري تدخليها في فرن البوتاجاز، او لو حطاها في صينية ألمونيوم تقدري ان انت تغطيها عادي وتسويها على عيون البوتاجاز من فوق، وبعد ما تستوي بتدخليها تحت الشواية تتحمر معاكي. انما ان انت تسويها في فرن البوتاجاز بصراحة خدت مني حوالي ساعتين الا ربع، وقت كبير جدا. فانا شايفه الطريقه الافضل ان انت تسويها على عين البوتاجاز من فوق، لكن انا معرفتش علشان انا هنا عاملاها في صينيه بايركس. تمام. ده هنا شكلها بعد ما خرجت معايا من فرن البوتاجاز. طبعا بعد ما استوت شلت ورقه الفويل وفتحت عليها الشوايه من فوق كده على نار هاديه حوالي 5 دقايق، وده كان شكلها. زي ما قلت لكم يا ريت تجربوا الوصفه، بصراحه طعمها حلو قوي قوي. ولو عندك زيت زيتون يفضل انك تستعملي زيت الزيتون عن الزيت العادي، هيديكي نتيجة برضو اكتر من رائعة. لكن لو ما عندكيش تقدري تستخدمي الزيت العادي زي ما انا استخدمته. عايزه اقول لكم برضو ان النتيجة كانت حلوة جدا، طعمها كان بصراحة رهيب رهيب. تحسوا كده انه اكل مطاعم مش اكل بيتي ابدا، واحسن والله 1000 مرة من اكل المطاعم. مفيش افضل من الاكل النظيف اللي احنا بنعمله في بيوتنا. تعالوا بقى كده مع بعض نشوف شكله وطريقة التقديم اللي احنا هنقدمه بيها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ طبعا انا عملت الفراخ مع البطاطس وقدمتها مع رز بصراحة وسلطة، وظبطنا الدنيا كده وكان طعمها حلو جدا. وهنا زينتها كده بشوية من البقدونس، وكمان عملت عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. وتقدري كمان تستخدمي شطة، ممكن تقدميها مع العيش تاكليها بقى بأي شكل انت حباه. والبطاطس شايفين طلعت زي ما هي، ما اتهرتش معايا طبعا علشان قطعتها بسمك، يعني سمك كبير، او البطاطس كانت سميكه معايا فما اتهرتش. عايزه اقول لكم بقى كده ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وان انا بحبكم جدا جدا وبكون سعيده جدا وانا معاكم. اقول لكم مع الف سلامه وباي باي.